ما الفرق بين التأويل والتنزيل؟ التنزيل هو القرآن الذي نزل بالوحي، والتأويل هو بيان وتفسير القرآن. أحسن. فإذا التنزيل هو من تقول أنه يوجد القرآن ويوجد بيان للقرآن، تقول بهذا القول. طيب أنا فهمت جوابك الآن. فإذا نتفق أن التنزيل من عند الله سبحانه وتعالى وهو القرآن، صح؟ والتأويل هو ما يؤوله. نعرف هذا موضوعنا. فإذا التنزيل هو من عند الله، هي الآيات المنزلة على القرآن، والتأويل هو من تأويل المعصوم أي تفسيره، صح؟ الله تعالى أمر النبي بالبيان للقرآن. أنا ما طلبت منك والله تعالى تعهد بالبيان. ما قلت لك اشرح لي القصة، أنا بس فأين بيان القرآن الذي تعهد به الله؟ طيب أنا ما طلبت أخلف وعده، أو الله أوحى للنبي ولكن النبي قد خان ولم يوصل البيان. طيب ما مصدقنك ما طلبت منك. البخاري أتلف وأحرق بيان النبي وتأويله وتفسيره. يلا فرخي يا كجي انزل في الزبالة. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ممكن تعطيني تفسير نبوي ل 6200 آية قرآنية في البخاري؟ شكرا. خلاص أبو هزيم سفره خلاص.